اختي يا اختي يا اختي، اوعي من وشي. يعني عرق، ده عرق المرق. مش شفت الهرس ازاي؟ والله منقياه بالوقت. تفاح وطماطم برضه وليمون وخوخ وجزر وخيار وبتنجان يا اختي وكوسه وبطاطس. الكوسه دي بقى عامله كام؟ 200 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ بصوا بقى، النهارده الفيديو طويل، مش طويل في الوقت في الفيديو يعني، لا في اليوم. الوقت كان في شغل كتير يعني. رحت السوق وجينا من السوق زرعنا البامية زي ما انتم شايفين كده، عشان كانوا بدهم ينزلوا مية الأرض. فقلنا بقى ايه، ننهض نزرع شوية البامية. زرعنا البامية وزرعنا الملوخية وزرعنا شوية خضرة محشي ما شاء الله. يعني ايه، النهاردة كان يوم تحفة. تمام. طبعا انا بحب شغل الارض يعني، بحب اتفرج عليهم هما بيشتغلوا كده يعني، بحس كده منها واليها يعني، فاهميني؟ ما شاء الله يعني. حياة الفلاحين حياة جميلة، زي الديك اللي لسه مقدم ده وعمال يقول لكم ايه، حطوا اللايك الجميل، مش تنسوا منادى بلايكاتكم. اجيب لكم ايه، فرخه فرخه وبطه بطه ووزه وزه، تقول لكم حطوا اللايك الجميل، حطوا ايه لايك الجميل وفعلوا ايه جرس. والمهم بقى ايه، لما ما شاء الله كده كانوا شغلوا المكنه عشان يملوا ارض الرز. قلت طبعا كنا لسه جايين من السوق، رميت التسويقه كده وجيت جاريه اجيب الباميه. كنا شارين الباميه واحنا جايين، قلنا نزرع الباميه بتاعتنا. لا الحمد لله ابو يوسف ربنا قواه وعنه كده، راح زرعها، وكانوا هما ايه اخواته دوروا المكنه زي ما انتم شايفين كده بقى، وايه وملوا الارض بتاعه الرز. تمام تمام. احلى حاجة واحلى عيشة الفلاح، لانه بياكل من ايده. تمام. ودي خلينا متفقين عليها كده. حياة المدينة جميلة وحياة الريف برضو حلوة، ففي كل عيشة لها مميزاتها يعني. ماشي. فعشان بس اللي هم بتوع المدن يقولوا احنا عايشين في مدينة وناس هاي كلاس وناس نضاف، برضو بتوع الفلاحين هم اللي بيأكلوكوا. تمام تمام. انا بهزر معاكم. ماشي. ما شاء الله يعني، شايفين شكل المية عامل ازاي، حلوة قوي. وزي ما انتوا عارفين بقى ايه، الوقت ده من السنة وقت الموسم بتاع حصاد الغلة وزراعة الرز ما شاء الله. وفي بقى اللي بيزرع دلوقتي الخضار، البتنجان والفلفل والطماطم ما شاء الله يعني، والخيار. فما شاء الله تبارك الله الزراعة ايه، الحاجة بتحلو كده في عينيك لما بتشوفها بتكبر قدام منك. تمام. فما شاء الله تبارك الله يعني، حبيت ان احنا ناخد كده جولة في حياة الفلاحين وازاي هما ماشيين. لا ما شاء الله يعني. بصوا في الحالة دي كده كان سيلف الله يديله الصحة يا رب ويقويه ويعينه، كان بيبدر شوية الرز بقى عشان يعني ايه، الرز يطلع، يزرع الرز فاهميني؟ فلازم تملي الارض مية، وبعد كده بقى ايه تبدأي تزرعي الرز. تمام. برضو الديك بتاعي بقولك حطوا اللايك، حطوا اللايكات والاشتراكات والكومنتات. ايوه معايا لايك، ايوه. تمام. الله يصلح حاله ابو عمر، بدر لنا شويه الرز وربنا يخدر له يا رب ويخدر لنا. هبقى اصور لكم ان شاء الله الرز لما يبدا يخضر كده في الارض. وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، يجعل من اليابسه خضيره. ده هي ارض الكل. ما انا قلت ارض الكل، انا قلت ارضي، انا قلت ارضي.
انا قلت دي بتاعت ام ندى لوحدها، انا قلت ارض الكل. بس عادي، ما يقدر واحد يقدر يشتغل فيها لو. شايفين ادم بيوقعني في الغلط. المهم بقى ايه، خلصنا كده شغلنا وخلصنا، زرعنا الملوخية بتاعتنا وزرعنا البامية وزرعنا خضرة المحشي، وما شاء الله برضو بدرنا شوية الرز عشان كده يعني زرعناه. فقلت بقى اخش على التسويقة بتاعتي، وقلت اخش برضو على غدينا، فجبت الملوخية كده قطفتها. الصراحة كانت مليانة طينة بجد والله العظيم، كانت مليانة طينة. فقلت لا بقى اغسلها غسلة حلوة، وبحب اغسلها بشوية الخل برضو. تنقعيها كده حبة، مش تسيبها كتير يعني، شوية مية قيمة 5 دقايق كده، وترجعي تفركي فيها كده، تلاقيها ما شاء الله تبارك الله الورقة بتزيق كده من كتر ما هي نضيفة. تمام ما شاء الله. يعني طلعت طبعا نص فرخة، مش هكدب عليكم يعني اقول لكم فرخة، لا نص فرخة. نص فرخة نعمل نصها النهاردة ونصها ايه المرة الجاية كده يعني، غير يوم الجمعة طبعا انتوا عارفين انا بعمل يوم الجمعة. ده حاجة كده في نص الاسبوع، فعملتها ما شاء الله. قلت استغل بقى الناس هتعمل ايه، مش في الغلا ده، قلت لا الفرخة كتير بقى هنعمل ايه. حتى لو انت مربية من البيت لازم تقتصدي. بس يا ادم ما تقوم يا ادم شوف، هات الدواء بتاعك خده للبرد ده، برد الصيف وحش. ما شاء الله بقى غسلتها، وهتشوفوا بقول لكم ان انا حطيت معلقتين خل في الميه، وتسيبها شويه كده وترجعي لي. ما شاء الله تغسليها بقى هتلاقيها، تفضلي تغسلي فيها لما الميه بتاعتها تبيض معاكي. اي حاجه اي حاجه طبعا زي ما انتوا عارفين في معظم الفيديوهات بتاعت ام ندى من النوع الموسوسه شويه كده، بحب اغسل الحاجه كويس ماشي، حتى لو هي مغسوله كويس او الحاجه جايه ونضيفه، لا بحب اعيد عليها تاني واحب اغسلها تاني وتالت، مش يجرى حاجه، الناس مش هتخسر حاجه. تمام شايفين بقى الميه عامله ازاي اللي نازله منها، وحشه خالص ازاي. لما تسيبيها بقى حبه كده وترجعي لها بتلاقيها ايه ما شاء الله بقت زي الفل معاكي. اي طينه فيها نزلت في الميه تفركي فركتين كده وتطلعيها هتلاقيها ما شاء الله بقت جميله معاكي. انا باكد لان في ناس كتيره مش بقول يعني، انا فكره معلقه الخل دي مش كنت اعرفها الاول. فانا بحب يعني زي ما انا استفدت اقول لك ان الخل حلو وبيطهر الحاجه معاكي. فما شاء الله يعني لما تيجي تغسلوا الخضار حط عليه شويه خل، لان الخل بيقتل اي بكتيريا في الحلو. تمام. برضو في الفيديو بتاع الفلفل قلت لكم برضو ان انا لما جيت اعمل الفلفل اغسل الفلفل غسلته برضو بالخل. تمام سيبها بقى ايه تصفي. بصوا اقول لكم حاجه، انا للامانه يعني ما اعرفش انتوا عارفين الفكره دي ولا ايه، بس ما بسيبهاش بقى افضل استنى عليها شويه يعني على ما تعمل، لا بروح احطها في كيس مخده زي ما انتم شايفين كده، واحطها اعمل لها تنشيف في الغساله. لو عندك الغساله الحوضين الغساله الاوتوماتيك دي شغاله معاكي ودي شغاله معاكي، تحطها في المنشفه وتعملي. انا عندي طبعا الاتنين، فكنت حطها في الغساله الحوضين في المنشفه بتاعتها. تمام حطيتها كده اهو وغسلت، وفي ثواني بتطلع معاك، ما انا لسه مش هستناها على ما تنشف ولا اشغل عليها المروحه، لا دي الطريقه دي ما شاء الله حلوه وفي ثواني كده. وفكرة كيس المخدة دي هايلة والله، لا انا يعني اختي اللي كانت قايله لي عليها ما شاء الله يعني جربتها، فمن ساعه ما جربتها وانا بستعملها على طول. وممكن برضو تروحي حطها في فوطه ولفه الفوطه كام لفه كده، بس لا بتاعه الكيس المخده دي اللي احلى، ما فيش اعصاب ان انا اقعد اعمل كده بالفوطه، لا كده جميله. كانت هي بتنشف وانا بعمل حاجات تانية، بسلق في الفرخه، في النص فرخة عشان المصداقية. وطبعا قعدت بقى ايه، لا يعلى لا يعلى لا يعلى عن ملوخية المخرطة. الكبة حلوة، درق الخلاط حلو، كل حاجة بتسهل علينا شغل البيت حلو. بس هقول لكم على حاجة، ملوخية المخرطة
غير وهنا بقى طعم كان بيبقى الفرخة حلو بتاعتي تحفة استوت، تحفة الفراخ تحفة استوت تحفة بجد وما والله شاء الله كانت العظيم. حلوة قوي. فقلت بقى ايه اعمل اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد. اجيب بتنجان، اقلب بتنجان وفلفل، ما كل يوم بده زي ما انتوا عارفين وكل يوم عايز. فالشاطرة بقى اللي تبدأ تقتصد وتوفر وفي نفس الوقت ما بتحرمش ولادها من حاجة، كل حاجة بياكلوها وكل حاجة نفسهم فيها بتجيلهم. فما شاء الله بالعقل يعني على قد ايدك، على قد ايدك مشي بيتك، على قد ايدك هاتي الحلو كله لعيالك، بس على قد ايدك. يعني بدل ما اجيب من الحاجة كيلو وانا مش معايا وفي نفس الوقت ما اكلش منها، لا اجيب نص كيلو. فاهميني؟ ف يعني ما حاولي تمشي بيتك على قد امكانياتك وفي نفس الوقت تشكلي لولادك. يعني انا هو نص فرخه، مشيت يومي النهارده بنص فرخه، قليت بتنجانه وقليت قرن فلفل وشويه ملوخيه خضراء، وكانت حاجه زي العسل. توتال اليوم بتاعك لما تشوفي نص فرخه ونص كيلو ملوخيه وبتنجانتين على قرن الفلفل، ما الموضوع كله ممكن ما يتعداش معاكي 100 جنيه. ماشي. فانا بتكلم يعني والله العظيم انا عارفه الظروف على الناس وعلينا عامله ازاي، بس بتكلم في ناس اليوم بيمشي معاها باكتر من كده. والله لا في ناس بيمشي معاها فعلا يوم باكتر من كده. يعني ما هقولك ايه، طب سيبك من انا عندي الرز في البيت، التومه التومه دي من عندي في البيت، الملوخيه دي انا شارياها بس ممكن اكون زرعاها في ارضي. فاهميني؟ الفلفل ده ممكن اكون زرعاه في الارض شارياه، بس انا بتكلم ان ايه، ان الناس تحاول تقتصد، تمشي نفسها على قد الامكانيات. ربنا يعينكم ويعيننا ويعين كل المسلمين يا رب، وأمة لا إله إلا الله على حالهم. فنحاول نقتصد وناخد أفكار من بعض، ناخد أفكار من بعض عادي يعني. وعايزة أقولك بقى خش كده شوف الفيديوهات بتاعتنا، عاملة شوية فيديوهات حلوة قوي، بس مش عارفة مش في مشاهدات ليه. العيب فيا، العيب في ايه والله ما اعرف. ولو في اي حاجة ممكن تقولوا لي، انا بتقبل الانتقاد عادي، ناخد افكار من بعض. ممكن تنصحيني استفاد منك من نصيحتك. تمام. ما شاء الله عملنا بقى طشة الملوخية الجميلة اللي بتاعت المصريين اللي مشهورين بيها. ملوخية يعني توم وكزبرة ناشفة، حمري 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 وتطشي على الملوخية بالشهقة الجميلة بتاعتك. طب انا طبعا مش بشهق يعني، بس انا بقولك يعني في ناس بتشهق لها. وعملنا دقة البتنجان بتاعتنا من الفلفل اللي كنا احنا عاملينه. فاكرين فيديو الفلفل، كمية الفلفل الكتيرة نعمل بيها ايه؟ كنا عاملين دقة فلفل بتوم ما شاء الله نفعتنا اهو، جميلة معانا. ايه رأيكم بقى؟ وكان الغدا بتاعنا ما شاء الله جاهز، وبدأنا بقى ايه اغرف في الاكل. فكان يوم بالنسبة لي انا طويل عشان خاطر رحت السوق وجيت من السوق رحنا الارض، ومن الارض جيت لميت التسويقة بتاعة البيت بتاعتي وعملت اكل. فكان بالنسبة لي انا اليوم بالنسبة لي كان طويل جدا ما شاء الله يعني. فكان كده غدانا شوربة وبتنجان وسلطة وملوخية خضراء على كيفكم ما شاء الله يعني. وبرضو حطينا شوية مخلل من المخللات الجميلة، والفرخة الواو بتاعتنا. فما شاء الله كان ده كده الفيديو بتاعنا بقى. فحطوا اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس وسيبوني بقى اعيش مع شوية البتنجان والملوخية عشان ده العشق بالنسبة لي. باي باي، استنوني في فيديوهات تانية.